النهارده بقى هتبقى الحلقه عن ايه احسن سوشي في اسماعيليه، وجبت المقارنه ما بين نوشي سوشي. اصل طالما يعني طالما انت قول السؤال تاني. قول نوشي بعدين سوشي. نوشي وسوشيتا وسوشي هاوس. الحلقه دي بقى لو جابت تفاعل هنعمل منها جزء تاني، وهنجيب بقى الاصناف والايتمز اللي المطاعم دي بيقدموها وهنجربها بقى كلها معاكم. اتمنى ان الحلقه تعجبكم. بصوا هو كلهم جم سوا حرفيا ورا بعض بالظبط، كلهم قالوا لي من نص ساعه لساعه الا ربع، فكلهم جم في نص ساعه. ارخص واحد هنبتدي بيه وهو سوشيتا، كان بسعر 120 جنيه واخد 20 جنيه دليفري. نفتح بقى ايه الحوار ده؟ دي 1 2 3 شكرين قوي، ده 5 نجوم اللي بتعملوه ده والله. العيدان ديت انا اول مره اكل بيها اصلا. حلو قوي، بسم الله الرحمن الرحيم. بصراحه يعني في مثل كده يقول لك من فات قديم وتاه يعني. بصوا احنا هنخلي المقارنه في الاخر يعني. انا مش عارف اقول ايه، مش عارف ابدا ازاي يعني. ما تقول حاجه نخش في الموضوع على طول. انا بالنسبه لي حاسس ان انا باكل رز بقطعه سمك. هو المفروض صح ان احنا بنسيق في الصوص. هندوق ديت بالسويت تشيلي. هو خلي بالكم سبحان من علمني الماسكه دي، انا قعدت فيها حوالي ربع ساعه. هو بالصوص بقى طعمها جامد قوي بصراحه. اللي بعده مش عارف افرق يعني حرفيا. بجد الحلقه دي بصوا خدوها فور فن على قد ما هي مش مقارنه ولا اي حاجه خالص ولا تجربه. البتاعه دي عجبتني قوي. اكتر واحده عجبتني اللي انا اكلتها دي لغايه دلوقتي انا فاهمها. حاسس ان في نسبه سمك مقلي كده مع نسبه جمبري مقلي. دي عجبتني قوي بصراحه. الباقي كله ما كنتش فاهم انا باكل ايه ولا عارف انا باكل ايه، حتى مش عارف اميز ايه اللي في بقي. جمبري كابوريا مش فاهم. بس اول حاجه احس بيها اهي زي ما قلت لكم. الثانيه عجبتني اكتر. بصوا هو من خلال ال8 قطع اللي احنا كلناهم ديت اكتر حاجه عجبتني اللي هو المقليه. فكان في قطعتين مقليين هم دول اكتر حاجه عجبتني يعني، على الاقل مفهومين. الباقي كان طعمه غريب بالنسبه لي، او ممكن في ناس متعوده على السوشي فهيحبوه. بس عامه الرز كان طعمه حلو، مش معجن مش ناشف. ده اللي انا فهمته في الحقيقه في السوشي ده كله. بالنسبه للصوت كانت كويسه. سيب النتيجه في الاخر. فسوشيتا كبدايه حلو جدا. نخش على اللي بعده. ثاني واحد جالنا وهو سوشي نوشي. ده شكله هو جاي معاه علبه بس صويا صوص، كان بسعر 140 جنيه و20 جنيه دليفري برضه. بصوا احنا هنبتدي بالمقلي. بسم الله. اول واحده دعان. انا ماليش في السوشي بس يا ريتني ما سمعت كلام اللي قال لي جربه في التعليقات. بص يا محمد تعالى نكمل معايا الحلقه دي بجد عشان انا مش قادر اكمل السوشي ده خالص. ما ايه يا عيني ده اتصدم. جمبري. مش مفهوم برضه. لا جمبري جمبري بس مسكر سنه. بصوا هو زي ما قلت لكم ان السوشي دوت يتتقبله زي محمد وعادي ممكن ياكل، يبقى في نسبه سكره في الاكل كده مع الجمبري. في ناس مش هتتقبله زيي، فبرضه لازم تحترموا رايي ولازم تحترموا راي محمد. بصوا هو احنا هنخلي الناس تجرب اللي اتبقى من سوشي نوشي، وهنخليهم يجربوا سوشي هاوس كله. عشان كده هنخش على شله الصحاب اللي قاعده هناك دي. يلا تعال تمام معاكم انتوا بقى اللحظه وعيد. هروح اعمل فراخ دي حلوه. طب كويس ماشي. طعمها ايه؟ طعمها رز وفراخ. دي احلى بكتير. تمام دي حلوه قوي. الاربعه دول زي بعض فانتوا بقى خدوا منهم. طعمها سمك مقلي. هل هم متقبلين السوشي ولا مش متقبلينه زينا؟ لا. ممكن ما تجربوش تاني. لا مش هجيبه تاني اصلا. وبكده تكون الحلقه خلصت. زي ما قلت لكم ان السوشي في ناس هتتقبله وبتحبه جدا وفي ناس مش هتتقبله. بالنسبه للمطاعم انا عايز اقول ان الاكل بتاعكم كان كويس جدا وحلو جدا. الجوده ممتازه، مفيش حاجه ما عجبتنيش، مفيش حاجه يعني. الطعم بس هو اللي كان غير مألوف بالنسبه لي، لكن الرز طعمه حلو، الاكل كان سخن. الجوده والتقفيل والتغليف. اتمنى ان انتم تتفهموا الامر بتاعي ان احنا برضو مالناش في السوشي. استنوني بقى في حلقات وافكار جديده. سلام.